طب هو دلوقتي عمر كمال هل اتضرب من الاخر كده عشان بس نكون ايه واضحين؟ هل اتضرب من احد لاعبي النادي الاهلي، ولا عمر كمال كان بيستحمى واتزحلق بالصابونه تمام واتعور؟ انا النادي الاهلي، مؤسسه النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي، انزل بيان اتكلم فيه واقول اصل اللعيب بتاعي اتزحلق وابرر ليه؟ ابرر ليه انا؟ ما انا بصوا، احنا بنشجع الاهلي بقالنا 30 سنه يا جدعان، فالمواضيع دي ايه؟ صباح الفل. كده اللي حصل ده من الهبل اللي حصل ده والعبث الاعلامي اللي حصل ده، عبث اعلامي من النادي الاهلي، ويعني وهجوم اعلامي من بره النادي الاهلي. كل اللي بيحصل ده بيتقال لي انا كواحد اهلاوي خايف على النادي الاهلي، في نار جوه النادي الاهلي، في حريقه وولعه ونار جوه النادي الاهلي. دي كده اول، ده الامبريشن بتاعك او ده الانطباع بتاعك اول ما تشوف الهلاهله دي كلها، الهبل ده كله. لكن الطبيعي مش كده خالص. يعني انت عندك الحقيقه، عندي الحقيقه. انا بحارب وبنتقد طريقه سرد الحدث اللي طلع من النادي الاهلي. يعني انت معنى كلامك يا عم حميدو ان مفيش حاجه حصلت؟ اللي حصل في اوضه اللبس حاجه هايفه جدا. تعرفها؟ اعرفها. خناقه جامده مش خناقه اصلا. الطبيعي يا جماعه في النادي الاهلي تمام، التمرين الساعه 10، لو في اي حاجه حصلت تمام التمرين بيخلص الساعه 12 بالكتير قوي الساعه 1، الاهلي بينزل بيان رسمي كده: يا جماعه والله النهارده احنا كنا بنتدرب والشناوي وقع وجات له اصابه بسيطه في كتفه تمام، وبيرسي تاو بقى له يومين متغيب عشان خاطر عنده نزله معويه حتى، وعمر كمال اتصاب اصابه بسيطه ومن تدريبه بس على كده. مش هقول اصابه بسيطه هو بيستحمى، احنا هنستهبل؟ ايه العبث ده؟ اضطريت اللي انت تقول خبر مضحك تخلي الناس تضحك عليك، فكان الطبيعي ان الخبر بينزل على طول. ما كنتش بتدي مساحه لاي حد يحول من الخبر اللي عندك الهايف لخناقه. وبسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كميه بوستات نزلت من كل الوسط الاعلامي الرياضي الممنهج، خناقه ما بين عمر كمال واتعور ومع احد الزملاء. ولا في الكلام ده خالص يا جماعه، ولا في الكلام ده خالص. هقول لك في ايه، بس مفيش الكلام ده خالص. انا اللي معصبني مش الاعلام اللي خارج سور النادي الاهلي سرد الحدث اللي حصل جوه النادي الاهلي ازاي. انا اللي عصبني انت ليه استنيت من بعد الساعه 12 لحد الساعه 10 لما شوبير يطلع يتكلم؟ اديت مساحه للاعلام المغرض والصحافه الصفراء المغرضه اللي احنا كلنا عارفين بيقولها ايه، تطلع تلعب في ثبات واستقرار الفرقه. ايه اللي حصل؟ الشناوي وهو بيلعب في التمرين اتصاب اصابه خفيفه في كتفه بس، ومات الكلام على كده. وبيرسي تاو من امبارح عارفين ان احنا متغيب، وانا كنت لسه هطلع اتكلم النهارده ان هو يا جماعه متغيب وانا عايز اعرف السبب ايه. فالنادي الاهلي طلع قال خلاص هو فعلا متغيب يا جماعه عشان عنده نزله معويه حاده، دي حقيقه. الخبر الثالث بقى بتاع عمر كمال، في خناقه حصلت؟ ما فيش خناقه حصلت، في مشاده بسيطه حصلت ما بين، ومش مع امام ها، ومش مع كهربا ها، عشان بس يكون الكلام واضح، مع مدرب الاحمال بتاع النادي الاهلي. الراجل بيقول له العب بالطريقه كذا، فعمر كمال قال له انا هلعب بالطريقه دي، فعمر كمال راح لعب بالطريقه دي، فمدرب الاحمال شد عليه في الكلام قال لا دي هيجي لك اصابه. راح عمر كمال راح متعصب راح مشي تمام، راح ضارب ايده في الازاز في الحمام اتعور. هي دي القصه كلها، واسال ورايا هتلاقي انا كلامي صح في الاخر. انا جايب الكلام ده من ناس صحفيين بصوا بيجيبوا الاخبار من جوه النادي، واثق فيهم ثقه عمياء. قبل ما اطلع اتكلم انا قعدت سمعت ابو علي وسمعت خالد الاتربي وسمعت كذا حد عشان اطلع اقول لكم يا جدعان الناهيه فين، الخلاصه فين. هتيجي تقول لي انت كده بتكذب ابو علي، ماليش دعوه. انا بقول لك اللي بيقول ابو علي ده مش صحيح. اكتر واحد كان بيحب الصحفي ابو علي هو انا، وما زلت بحبه، انسان محترم جدا وبيحب النادي الاهلي جدا، بس الخبر بتاعه مش صح.
سرده للخبر بتاعه غير صحيح. مشاده مش مشاده، ده نقاش بسيط خالص، الراجل شد في الكلام، طلع اتعصب، راح ضرب الازاز، اتعور. كهربا لقى سيل في دمه، طلع جري، قعد يقول الحقوا يا جماعه عمر كمان متعور، خدوه على المستشفى. ده يا جماعه الموضوع. طب نرجع بقى ثلاث خطوات لورا كده. النادي الاهلي لو كان طلع سرد الخبر ده او الثلاث اخبار دول بطريقه ممنهجه زي كل مره، من يوم ما قلنا يا تشجيع النادي الاهلي من سنين، بعد ما التدريب بيحصل النادي الاهلي بيطلع الخبر الرسمي، الموضوع انتهى. انا ليه استنى لحد الساعه 10؟ عملت من لا شيء شيء. كابتن محمد رمضان، بدات احس ان في قشطه، يعني ايه، صباح الفل. انا بدات احس ان في ايه، صباح الفل، في قشطه كده، صباح الفل. لا لا، انت راجل دلوقتي مدير كوره او مدير رياضي في النادي الاهلي، فلازم تطلع تقول يا جماعه لازم الخبر ده ينزل دلوقتي. مش هستنى الكابتن احمد شوبير لما يقول الخبر عشان ينفرد بالخبر. اهو ناس تانية عرفت الخبر تمام، وكيل وقال راح طلع على الخبر غلط، والدنيا بعترض بقى. طمنوا يا جماعه على الفرقه، طمنوا على الفرقه، واي كلام تاني يتقال لك غير كده غير صحيح. انت لما الطريقه حتى بتاعت النادي الاهلي لما تطلع الثلاث اخبار مره واحده تخلي الواحد يحس ان في نار وفي حريقه جوه النادي. مفيش الكلام ده يا جماعه، الدنيا بجد ما فيهاش اي مشاكل خالص. مشاده بسيطه ما بين عمر كمال ومدرب الاحمال، حاجات هبله، كسر ايده في الازاز واتعور، مش خناقه، عشان بس يكون الكلام واضح تمام. وبيرسي تاو فعلا عنده الناس دمويه حاده، وشكوك حول مشاركه الشناوي في ماتش اللي جاي بتاع افريقيا تمام. كدمه بسيطه في كتفه، ومات الكلام على كده. واي حاجه تانية اسمعها غير كده لا، سد ودانك. وحتى لو حاجه سلبيه صح ما تتكلمش فيها كتير. شفت انا بتكلم معاك بكل صراحه اهو. الفتره الجايه دي بعد اللي انا شفته ده، كميه الاخبار اللي نزلت اللي هي الكذب يا جماعه، ده احنا بيحصل دبانه بتعدي جوه اوضه اللبس، الاقي يلا كوره وفي الجول وكل منزل مشاكل بلاقيها في الفريق التاني المنافس ما حدش بيتكلم فيها. اخر مشكله حصلت شيكابالا مش موجود خالص في الفرقه، كان متغيب، ما حدش يتكلم. الثلاثي اللي كانوا محبوسين ما كانش حد بيتكلم اصلا، فصباح الفل. لكن النادي الاهلي قول يابا اطلع اطلع واتكلم. رساله لاداره النادي الاهلي، انتوا بتقابلوا اعلام ممنهج ضدكم شرس شرس، فلازم انتوا تكونوا اذكياء في سرد الحدث بتاعكم. شكرا. ركض ضحكه.